أسدل الستار عن أطول ملوك بريطانيا عمرا وأطولهم جلوسا على العرش الملكة إليزابيث الثانية، وتغير النشيد الوطني البريطاني من عاشت الملكة لعاش الملك. ذهب الجثمان للتراب وبقي التاج الملكي ليزين رأس خليفتها في الملك، ويذكرنا بجواهره البراقة التي تخطت 3000 قطعة، ما تحمله كل ياقوتة من قصص الدم والعبودية ونهب للثروات على مدى عقود لخمس سكان العالم. ماتت الملكة وبقيت الذكرى في جواهر التاج الدموي، تاج بريطانيا العظمى. أنا عزة مغازي وده المستقصي. خلال القرن الرابع عشر الميلادي كانت مملكة بني الأحمر بتحكم غرناطة، آخر معاقل المسلمين في الأندلس وآخر رمز للدولة الإسلامية في أوروبا. وفي 21 أغسطس سنة 1359 بيحصل انقلاب في غرناطة، وإسماعيل الثاني بيخلع أخوه محمد الخامس من الحكم ويبقى هو الحاكم وينفي أخوه للمغرب. في 24 يونيو عام 1360 بيتقتل إسماعيل الثاني على إيد دراعه اليمين، واللي خطط له الانقلاب زوج أخته الملقب بمحمد السادس، ويستولي محمد السادس على الحكم، لكن ما بيقعدش كتير. في 16 مارس عام 1362 بتقوم ثورة على محمد السادس وترجع محمد الخامس للحكم. والحقيقة السبب في الثورة دي إنه كان بيجمع بين أسوأ صفتين، الأولى حب المال والكنوز، وده خلاه يزود الضرائب وينهب أموال الشعب، ووصل بيه الأمر إنه يخلي الشعب هو اللي يدفع مرتبات الجنود. والصفة الثانية المخدرات، لدرجة إنه سمي بأمير المدمنين، وكان ليه لقب تاني وهو السلطان الحرفوش، يعني اللي بيعيش عن النهب والسرقة. المهم لما قامت عليه الثورة قرر يهرب ولم كل كنوز غرناطة، وكان منها الجوهرة الحمراء اللي بتزين صدر التاج الملكي حاليا. محمد السادس نهب خزائن الدولة الغرناطية وكنوزها، وراح يستنجد ببدر القاسي ملك قشتالة وقتها، واللي بدوره قام بذبحه واخد كل الكنوز المنهوبة، وكان فيها 3 جواهر كبيرة منهم الجوهرة الحمراء. بعد 5 سنين من الواقعة دي يحصل انقلاب على بدره من اخوه، وكانت الجوهرة زي ما وصفها المؤرخين فيها لعنة. الانقلاب على بدره من اخوه كان مدعوم من عموم الشعب، وهنا بيستنجد بدره بإدوارد الأسود أمير ويلز البريطانية عشان الأخير يساعده نظير الحصول على كنوز غرناطة، وأولهم الياقوتة الحمراء. وفعلا بيرجع بدره للحكم بمساعدة إدوارد ويهزم أخوه في معركة نجيرة عام 1367 ميلاديا، والجوهرة بتنتقل من ناهب ثروات لناهب ثروات آخر. بعدها أصبح ملوك إنجلترا بيتوارثوا الجوهرة الحمراء، وزاد من قيمتها عندهم تفاؤلهم بيها لما الملك هنري الخامس كان بيرتديها في قلنسوة أعلى رأسه أثناء معركة أجنكور، المعركة اللي هزم فيها الإنجليز الفرنسيين، برغم إن قواتهم كانت أقل بكتير من قوات الفرنسيين. قوات الإنجليز وقتها قدرت ب 6000 مقاتل مقابل 36,000 مقاتل فرنسي. الجوهرة الحمراء بالنسبة للإنجليز ما كانتش في قيمتها المادية، لكن قيمتها بالنسبة ليهم كان تاريخي وسياسي، لأنها بترمز لانتهاء النفوذ الإسلامي في أوروبا وتخلص بريطانيا من السيادة الفرنسية وبداية ظهور العصر البريطاني. في سنة 1714 توضع الجوهرة الحمراء في صدر التاج الملكي للملك جورج الأول، وتفضل فيه لغاية تاريخنا الحالي. المضحك في الموضوع إنه مع التطور العلمي في العصر الحديث تم اكتشاف إن الياقوتة الحمراء ما طلعتش ياقوتة، وطلعت نوع من الأحجار اسمه سباينل. بتدخل بريطانيا القرن السابع عشر وهي عندها أزمة سيولة، لأن الدول المنتجة للسبائك تم احتلالها من الدول الأوروبية. أزمة السيولة بتخلي بريطانيا مش عارفة تلبي احتياجات شعبها من السلع وخصوصا التوابل. خلال فترة القرون الوسطى وخاصة القرن السابع عشر كان المهيمن على العالم هو التوابل، لدرجة إن الفلفل الأسود وجوز الطيب كان بيعادل وزنهم ذهب. السيطرة على تجارة التوابل كانت هي السبب الخفي للحروب الصليبية على الشرق الأوسط، وإن كان السبب المعلن الأماكن المقدسة. التوابل كان بيحتكر إنتاجها منطقة الشرق الأوسط وجزر الكاريبي وجزر أندونيسيا بحكم الطقس فيها. الخبراء الاقتصاديين للمملكة البريطانية كان مطلوب منهم إيجاد حل، وإلا المملكة هتغرق في مستنقع الفقر. وهنا فكروا في حل عبقري، مناطق إنتاج التوابل بتحتاج للقماش، وكمان الدراسات بتقول ان طلبهم في ازدياد عليها. ما هو طبيعي ببيع توابل يساوي وزنها ذهب وبنكسب حلو، يبقى هصرف الفلوس في ايه غير في الفشخره
واللبس. القماش وقتها كانت بتتميز الهند بإنتاج وفير منه، وفي نفس الوقت محدش فكر فيها من الدول الغربية، وتطلع فكرة تبادل التوابل بالقماش الهندي من خلال شركة الهند الشرقية البريطانية. الموضوع في بدايته كان تجارة، لكن مع الوقت اتحولت التجارة لرغبة في السيطرة، وأصبحت شركة الهند الشرقية ذراع عسكري بريطانيا بتخوض حروب في البر والبحر، وبقت القوى البحرية الأقوى في عصرها. أواخر القرن ال17 وبداية القرن ال18 مع سقوط مملكة المغول وتفكك إمارات الهند، بريطانيا متمثلة في شركة الهند الشرقية بتغير خططها من تجارية لاستعمارية، وتستولى على الجوهرة البيضاء عام 1849 بعد القضاء على امبراطورية السيخ، آخر الامبراطوريات المتماسكة بالهند، عشان تبقى رمز في التاج الملكي لتبعية الهند ليها، وتصبح الهند اسم على مسمى حسب البريطانيين لما أطلقوا عليها جوهرة التاج الملكي لأهميتها الاقتصادية اللي خلت بريطانيا قوة عظمى. بعد التطور الاقتصادي اللي حصل في بريطانيا بسبب ثروات الهند اللي عمالة تملى الخزانة بتاعتها وتجارتها المزدهرة على حس القماش الهندي، بتحصل زيادة سكانية في بريطانيا غير مسبوقة في القرن ال19. ما احنا عمالين ننهب في خلق الله ونخلف. الزيادة السكانية المفاجئة بتخلي الحكومة البريطانية تفكر في مزيد من التوسع لمملكتها عشان تعرف تأكل الأفواه الجديدة وتوفر ليهم فرص عمل وحياة مرفهة. تخيل بريطانيا احتلتنا بسبب الخلفة الزيادة واحنا وصلنا 100 مليون، وعادي يعني قاعدين زانقين بعض على شريط النيل. المهم تبدأ أنظار بريطانيا تتجه نحو القارة السمراء أفريقيا، وتبدأ رحلة البحث عن جوهرة التاج الثالثة. والحقيقة ما كانوش جوهرة واحدة، دول كانوا 4 جواهر حصلت عليهم بريطانيا من أفريقيا. نجمة أفريقيا الأولى ودي بتزين الصولجان أحد كنوز التاج الملكي البريطاني. نجمة أفريقيا الثانية ودي بتزين التاج الملكي. نجمة أفريقيا الثالثة والرابعة ودول اتعملوا بروش ملكي. بريطانيا كانت بتسيطر على 23% من العالم خلال فترة مجدها سنة 1913، وفي سنة 1914 كانت بتحكم مساحة تعادل 24% من حجم الكرة الأرضية، ووصفت نفسها بالإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، وكان ليها تصنيف مختلف في الاحتلال عن اللي سبقها ما بين دول ذات سيادة خاضعة للتاج الملكي زي الهند، ومستعمرات ودول تحت الانتداب زي مصر، وملحقات ودي أقاليم بين البنين لا ليها سيادة كلية ولا خضع للحكم البريطاني بشكل كلي. خلال القرن العشرين بتدخل بريطانيا أكبر حربين شهدهم العالم، الحرب العالمية الأولى والثانية، وبرغم إنها بتخرج منتصرة لكنها بتخرج من الحرب مفلسة، ويوصل بيها الحال إنها تاخد قرض من أمريكا عشان تسدد ديونها، واللي بالمناسبة لسه مخلصة أقساطه في 2006، قرض حسن ربا فاحش. ومن هنا تبدأ إمبراطورية بريطانيا في الزوال، ويكون انتصارها في الحرب العالمية الثانية بمثابة إعلان وفاتها، وفي نفس الوقت إعلان لميلاد القوى العالمية الجديدة الولايات المتحدة الأمريكية، اللي كانت في يوم من الأيام أحد مستعمرات التاج البريطاني بس قلبوهم في ثورة. وتكون الشعرة اللي قسمت ظهر البعير هي العدوان الثلاثي على مصر اللي اشتركت فيه بريطانيا على أمل عودتها للهيمنة على العالم مرة أخرى من خلال السيطرة على الممر الملاحي الأهم قناة السويس، لكنها بتفشل أمام الرفض السوفيتي والأمريكي والمقاومة الشعبية المصرية والعربية. ويصف المؤرخين خروجها مهزومة من حرب 56 بأنه شهادة وفاة رسمية للإمبراطورية البريطانية لتغيب عنها الشمس، بس تفضل جواهرها بتزين التاج الملكي وتذكر العالم بالممالك اللي دمرتها والشعوب اللي نهبت ثرواتها على مدى عقود. ومن هنا خلصت حكايتنا. وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير على الفيسبوك وتفعيل الجرس والاشتراك بالقناة على اليوتيوب. اشوفكم الحلقة الجاية.